فيلم النهارده بيتكلم عن فريق من المستذئبين صاحبتهم بتتقتل على ايد شياطين الأوني، وبعد 15 سنة أبوها وحبيبها بيكتشفوا إن روحها لسه متعلقة معاهم، فبيحاولوا يرجعوها. جاهزين للفيلم؟ طب يلا بينا. القصة بتبدأ في مطعم في اليابان، وبنشوف هيكاري وهي بتعمل أكل وليام بيساعدها، وفجأة بيدخل واحد شكله غريب وبيطلب منها إنها تديله العلبة اللي فيها النيجستون، بس هيكاري بتقول له هي مش عارفة هو بيتكلم عن إيه. وفجأة كل اللي في المحل بيبدأوا يسحبوا أسلحتهم، وبتقوم معركة في المطعم، وبتطلع هيكاري بالعلبة تجري بره المحل، بس بيطلع وراها وبيضربها برصاصة بتوقعها على الأرض. ولما بيجي ليام علشان يساعدها بيضربه هو كمان، وبياخد العلبة اللي فيها النيجستون، وبيطلع إنه روح شريرة بتمتلك قوة الخدع والألغاز، وبيطلب منه إنه مقابل إنه يحرره من العلبة دي يساعده إنه ينتقم من اللي ظلموه. وتاني يوم بنشوف بيت وهو واقع، وبيكون كل اللي فيه طلعوا ما عدا طفلة صغيرة والكلب بتاعها، وبيكونوا مش عارفين يطلعوها علشان الكلب بتاعها بيعض كل اللي يجي جنبه. فبيقول الدكتور ديتون إنه استدعى واحد اسمه الألفا، وإنهم سموه بالاسم ده علشان بيعرف يسيطر على كل الحيوانات. وبيوصل سكوت واللي بينزل تحت الأنقاض وبيقدر انه يسيطر على الكلب، وقبل ما يطلع البنت بيبدأ البيت ينهار، بس سكوت بيعرف انه يسند الحيطة قبل ما تقع عليهم، وبيقدر ينقذ الطفلة. وبالليل بيكونوا عند الدكتور وبيعالج سكوت الكلب، وبيقول للطفلة الصغيرة ان الكلب كان بيعض علشان كان خايف عليها، وان الحيوانات بتعتبرنا جزء من القطيع بتاعها زي ما احنا بنعتبرها جزء من العيلة. ولما بيمشوا بيظهر عليه الحزن لانه كان نفسه يكون أسرة، وساعتها بيقول له ديتون انه لسه صغير ويقدر يكون الاسره اللي عاوزها. ولما بيقفل الباب فجاه بتظهر قدامه واحده بتخبط على الباب بقوه، ولما بيقرب منها بيلاقيها أليسون، وبيتفاجئ سكوت، واول ما بيفتح الباب بتطلع انها مجرد تخيلات. وبعد كده بيحس ان في حد موجود في المكان، ولما بيمسكه بيطلع ارجنت ابو أليسون، وبيقول له ان كان بقاله مده بيحلم بأليسون لحد شهرين بقى بيشوفها على طول، وكل ما بيجي ينام بيسمعها وهي بتقول له كلمه واحده بس وهي باردو. ولما بيدوروا على معناها طلع انها كلمه معناها الروح المتعلقه، وده معناه ان بنته لسه ما ماتتش وان روحها متعلقه. بس سكوت بيقول له انها ماتت من 15 سنه بين دراعاته، وان دي حاجه مستحيله تحصل. بس ارجنت بيقول له انه يعرف طقوس ممكن يعرف من خلالها هي ماتت ولا لسه عايشه، وبيطلب من سكوت انه يساعده. فبيوافق سكوت وبيقول له انه هيجمع صحابه علشان دي حاجه مش هيقدروا ينفذوها لوحدهم. وبنروح لليديا واللي بتكون في اجتماع في الشركه بتاعتها، بس في واحد بيسالها هي مين أليسون اللي كاتبه اسمها في المشروع بتاعها، وبيطلع انها كمان بتشوفها. وساعتها بتدخل مكتبها وبتقفل عليها الباب وبتبدا تمسك القلم وبتكتب حاجات كتير غريبه. وفي الوقت ده بنشوف إيلاي شاب عنده 15 سنه بيسرق العربيه الجيب وبيسوقها، وبيشوف الضابط بارش وهو في السكه وبيبلغ المأمور، وبيجي ميسن علشان يبلغ المأمور نو باللي حصل. وساعتها بيكون المأمور في الغابة علشان يشوف سبب الحريقة اللي حصلت، وبيظهر ديريك واللي بيكون أبو إيلاي واللي بيكون مستشار ليهم في الشرطة، وبيقول لهم إن الحرائق اللي في الغابة دي مش صدفة، وإن في حد متمكن بيخطط لحاجة. وساعتها موبايل ميسن بيرن، ولما مش بيرضى يرد بيعرف ديريك إن في حاجة بتحصل، وبيعرف إن ابنه متورط في حاجة لأنها مش أول مرة يوقع نفسه في مشاكل. وبيروح وراه بيفرقع له كاوتش العربية وبيقول له إنه هيدفع ثمن الكاوتش الجديد. وساعتها بيكون سكوت وصل للمكان اللي مدفونة فيه أليسون وبيفتكر يوم موتها، وبتوصل ليديا لنفس المكان وبتسلم على سكوت وبتقول له انها مش مصدقه ان روح أليسون كانت متعلقه طول السنين دي. فبيقول لها انهم مش قدامهم حل غير انهم يعملوا الطقوس، وبتكون اول خطوه انهم يجيبوا حته من التراب اللي ماتت عليه. وبيعمل كده سكوت وبيرجعوا للبيت وبيكونوا لازم يعرفوا مكان الباردو، فبتطلع ليديا الرسومات بتاعتها يمكن يوصلوا الحل. وفي الوقت ده بيدخل جاكسون واللي بيكون ليديا طلبت منه انه يجي علشان يساعدهم، وفعلا بيقدر انه يرتب الورق، وبيطلع ان الباردو جزء من شجره اسمها البستان المقدس. وفي الوقت ده بيكون ديريك وصل مع ابنه البيت وبيكون متضايق لانها مش اول مره يسرق العربيه، وبيحاول يقول لإيلاي عن عيلته والقوه اللي عندهم، بس بيكون إيلاي رافض حقيقته ورافض انه يكون مستذئب وانه مش قادر يتحول زيهم. وبتكون ماليا مع بارش في مكتبه وبتجيلها رساله من ليديا فبتروح لهم، وبيكون ساعتها دايتون راح لأرجنت علشان شاف رصاصة عليها رمز عيلته، وبيكون ديتون شاكك في أرجنت إن هو اللي هاجم ليان وهيكاري وحرر النيجستون، وبيسأله لو كان راح اليابان من قريب فبيقول له لا. فبيبدأ ديتون يستفزه وبيسأله شوية ألغاز لحد ما النيجستون بيتعصب وبيهاجمه، بس بيرش عليه بودرة الفضة وبيخرجه من جسم أرجنت. وبيوصل سكوت وليديا الغابة وبيقابلوا ماليا علشان هي اللي هتدلهم على مكان الشجرة. تكون ماليا بتحاول إنها تدور على الشجرة بس بتتوه في السكة، وساعتها بيشك سكوت ان في حد ماشي وراهم وبيراقبهم. وبيطلع إيلاي وبيقول لهم هو عارف هما بيدوروا على ايه، وبيقول لهم انه بيمشي وهو نايم، ولما بيصحى بيلاقي نفسه عندها وبيوصلهم ليها. وهنا بتقول له ماليا انه يرجع للبيت، وبيطلب منه سكوت انه ما يجيبش سيره لابوه. وبتبدا ليا تعمل الطقوس علشان يحرروا روح أليسون، بس بتحصل حاجة غريبة، التراب بتاعها بيتحبس جوه الشجرة وبينزل السيف اللي ماتت بيه كمان، وفجأة بيطلع ضوء
قوي جدا في كل الجذوع، وبتطلع أليسون وبسرعة بياخدوها على المستشفى اللي شغالة فيها أم سكوت دكتورة. ولما بيوصلوا هناك بتكون مستغربة علشان شايفة أليسون اللي ماتت من 15 سنة قدامها ولسه بتتنفس. وفي الوقت ده بيطلع النيجستون من الشجرة وفي ايده السيف، وبنروح لمدرسة إيلاي وبنشوف المدرب وهو بيجهز الفريق علشان عندهم ماتش مهم. وبنشوف إيلاي وهو متلخبط ومش عارف يشيل شنطته والمضرب بتاعه، وبيجي له ابوه مع المأمور وبيقول له ديريك انه هيتكلم مع المدرب بتاعه علشان يديله فرصة يلعب، بس إيلاي بيحاول يمنعه علشان هو مش شاطر في اللعب زي زمايله. وساعتها المأمور بيستغل فرصة ان ديريك مشي وبيهدد إيلاي انه لو حاول يسرق اي حاجة تاني مش هيعمل خاطر لابوه وهيقدمه للمحكمة اللي ممكن يتسجن بسببها. وبيروح ديريك علشان يتكلم مع المدرب ويخلي ابنه يلعب، وبينجح انه يقنع المدرب انه ينزل إيلاي يلعب 5 دقايق بس. وبنرجع للمستشفى وبنشوف ام سكوت وهي بتقول لهم ان أليسون كويسة جسديا بس نفسيا اكيد لا. وساعتها بتفوق أليسون وبتكون مش عارفة هي فين وبتحاول تهرب من المستشفى وبتضرب كل اللي بيجي قدامها، حتى سكوت مش بتفتكره وبتضربه هو كمان. وبتسأل عن ديريك لانها بتكون لسه فاكره انه الالفا. تطلع تجري وبتشوف ابوها قدامها بس بتكون مش بتفتكره، وبيقول لهم ديتون ان دي مش أليسون اللي يعرفوها وانها ممكن تكون خدعه من خدع النيجستون. وفي الوقت ده بتوصل اخبار للقسم ان في ناس بلغت عن وجود حريقه في الغابه، وبيروحوا يحققوا في الموضوع ده وبيسيبوا ضابط واحد بس. واللي بعد شويه بيسمع صوت جاي من الحجز، ولما بيروح يشوف في ايه بيشوف النيجستون قدامه وبيقول له انه من النوع الكتسوني حتى لو هو ما كانش يعرف اصله، وبياخد منه ديله علشان يكون عنده القدرة على استدعاء شياطين الأوني. وبنرجع للمستشفى وبنشوف أرجنت وهو بيقول لهم إن أليسون مش فاكرة سكوت بس فاكرة إنها صيادة وكده في خطر على حياة ديريك. وبنشوف أليسون وهي بتجهز أسلحتها علشان تخلص على ديريك، وساعتها بيجيلها النيجستون وبيتحول في شكل أمها علشان يقنعها إنها لازم تخلص على ديريك وسكوت لأنهم مستذئبين وقتلوا عيلتها كلها. وفي الوقت ده بتكون ليديا وصلت مع جاكسون مركز الشرطة، وبيتفاجئوا لما بيشوفوا الضابط مقتول وبيكون ديريك شايل ابنه بعد ما رجله اتصابت في الملعب، وبيقول له انه بيلعب كويس بس محتاج شويه ثقه في النفس، وبيقول له انه يستخدم قوه الشفاء علشان يتعالج بسرعه. بس إيلاي مش بيكون عارف ازاي يستخدمها. ساعتها بتوصل أليسون المكان وبتضرب عليهم سهم وبينجح انه يحمي إيلاي، ولما بيقرب منها بيلاقيها أليسون وبيتفاجئ انها عايشه بس هي بتحاول تقتله، فبيرميها بعيد علشان يقدر يهرب. بس بتمسك القوس بتاعها وبتعرف انها تصيبه في رقبته فبيقع على الارض، وبتقرب منه أليسون علشان تخلص عليه. بس في الوقت ده بتوصل هيكاري وليام وبينقذوا ديريك، وبيجي سكوت علشان يلحق ديريك بس بيقول له انه يلحق إيلاي علشان هو متصاب ومش بيعرف يعالج نفسه علشان هو لسه ما تحولش زيهم. وساعتها سكوت بيطلب من ليام وهيكاري انهم يدوروا على ليديا وهو هيروح يساعد إيلاي، وبتوصل ماليا وبتساعدهم في نقل ديريك. وفي الوقت ده بيكون المأمور وصل للغابة بس بيطلع عليهم أشخاص مقنعين بيظهروا وبيختفوا، وبيكونوا هم دول شياطين الأوني وبيخطفوا كل الضباط. وقبل ما يخطفوا المأمور بيظهر بارش وبيساعده، وساعتها بيكون سكوت نجح انه يوصل ديريك البيت، وهناك بيكونوا كلهم موجودين. وبيكون جرح ديريك بينزف بشدة بس بيظهر بيتر وبيكوي الجرح بالنار، وبيروح سكوت علشان يلحق إيلاي بس امه بتقوله انه لازم يفكر أليسون بحقيقتها وانها واحدة منهم. وفي الوقت ده بيكون إيلاي وصل للمحل وبيحط بنزين في العربية علشان يهرب، بس بتوصل أليسون وبتخبط العربيتين في بعض وبيولعوا، بس هو بيدخل المحل علشان يستخبى منها. وبنرجع لبيتر وهو بيستفز أرجنت وبيقول له انه هيتصرف ازاي لو بنته قتلت طفل صغير عنده 15 سنة، فهو بيقول له انها مش بنته وانه مش هيسمح لأي حد انه يأذي طفل صغير حتى لو كانت بنته. وفي الوقت ده بتكون أليسون هتخلص على إيلاي بس بيلحقوا سكوت في آخر لحظة وبيصد سهم مسموم بايده وبيعلمه ازاي يشفي نفسه، وبيطلعوا يجروا. وبنشوف المأمور وهو بيتكلم مع بارش وبيقول له ان الحرايق الكتير دي اكيد مرتبطه ببعضها وانهم لازم يعرفوا مين اللي ورا الحكايه دي. وفي الوقت ده بيكون سكوت وإيلاي بيجروا في الغابه، وبيشوف إيلاي ايد سكوت وهي مسوده فبيقول له ان ده بسبب سم وولفسبين، وبيخليه يرجع لابوه علشان هو عاوز يتكلم مع أليسون يمكن تفتكر حاجه. وفي الوقت ده بتشوف ليديا صوره الراجل اللي راح اليابان وحرر النيجستون، وبيطلع إيلاي على الطريق وبيقابل المأمور قدامه فبيخليه يوصله لبيت سكوت. وفي الوقت ده بيكون بيتر وصل مع أرجنت لمحل ديريك وبيتتبعوا ريحة أليسون علشان يوصلوا لها، وبيكون سكوت بيحاول يكلمها بس هي مش بتسمعه وبتفضل تضرب عليه أسهم. وبيوصل إيلاي مع المأمور عند ديريك، وبمجرد ما بيطمنوا عليه بتظهر شياطين الأوني وبرضه بيظهروا قدام ليام وهيكاري، وبعد ما بيبدأوا يضربوهم بيطعنوهم بالسيف وبيخطفوهم هما الاتنين. وبنرجع لديريك واللي برضه بيخطفوه هو والمأمور وديتون. توصل ماليا وبتنقذ إيلاي بس بيقرر يواجه الشياطين
والشياطين بتطعنه وبيخطفوه هو كمان. وفي الوقت ده بتكون الشمس طلعت في شياطين الأوني، وبيكون سكوت بيحاول يتفادى خنجر أليسون المسموم، بس في الآخر بيمسك إيدها وبيطعن نفسه وبيقول لها إنها نفذت اللي عاوزاه وممكن كده تسمعه. وفي الوقت ده بتكون ليديا مع جاكسون بيدوروا على طريقة علشان يربطوا الأحداث ببعض، وبتوصل مالية مع بارش وبيقول له إن أصحابهم كلهم خطفتهم شياطين الأوني. وبتقرر ليديا إنها تنزل مع جاكسون علشان يشوفوا أماكن الحريق يمكن يطلعوا بأي معلومة. وبيكون بيتر وصل للمكان اللي اتطعن فيه سكوت، وبيعرف من أرجنت إنه قدامه 6 ساعات بالكتير علشان يموت. وفي الوقت ده بتكون ليديا وصلت لمكان الحريق وبتعرف إن اللي عمل كده كان قاصد إنه ياخد رماد الجبل، وبتطلب من مالية انها تروح مع بارش ويجيبوا كل الاسلحه اللي معموله من الفضه علشان دي الحاجه الوحيده اللي ممكن يخلصوا بيها على الاوني. وبيكون ساعتها سكوت ماشي قدام اليسون وبيعرف خطتها انها عاوزه اصحابه يتبعوه عن طريقه ريحه دمه، بس بيتعب من السم وبيغمن عليه. فبتشيله اليسون وبتحطه في مكان تحت ملعب المدرسه، وبتكون بتحاول تفتكر بس النيجستون مش بيسيب لها فرصه، وبيقول لها انه كان السبب في موت عيلتها وانها لازم تخلص عليه. وساعتها بيفوق إيلاي وكل الموجودين وبيكونوا في بعد موازي للعالم اللي هم فيه، وبتظهر الأوني علشان تعذبهم. وبيسمع ليام صوت مشجعين فبيعرفوا انهم تحت الملعب، وبيقول سكوت لأليسون انه ممكن يثبت لها انهم يعرفوا بعض من زمان. وفي الوقت ده يوصل بيتر وارجنت لاخر سهم من سهوم أليسون وبيعرفوا انهم موجودين قريب من المدرسه، وبنشوف الشخص اللي حرر النيجستون وهو بيرش رماد الجبل حوالين الملعب. وفي الوقت ده بيطلع سكوت محفظته وبيوريها الصورة اللي تثبت انهم كانوا يعرفوا بعض من زمان. وفعلا بتبدأ أليسون تفتكر، بس مش بتفتكر كل حاجة. فبيقول لها انها لازم تحرق السم قبل ما يموت، وهو هيقول لها على الحكايه كامله. فبتجيب شمروخ من بتاع المشجعين وبتحرق السم. في الوقت ده بيعوي سكوت وبيسمعوا كل المستذئبين، وساعتها بيشوف دريك ابنه وهو اول مره عينيه بتنور. وبتقول اليسون لسكوت انها بدات تفتكره بس لازم تلاقي ابوها علشان هو كل اللي فاضل لها. وفي اللحظه دي بيمسك النيجستون إيلاي وبيرميه في نص الملعب، وبيطلع سكوت مع أليسون وبيشوف إيلاي. وفي الوقت ده بتكون ليديا وصلت مع جاكسون وشافت الرماد، وبتقول له انه عمل حاجز وانهم لازم يكلموا بارش علشان هو الوحيد اللي يقدر يكسر الحاجز ده. وبيظهر الشخص اللي حرر النيجستون وبيطلع واحد اسمه أدريان مدرس الكيمياء وبيضرب جاكسون بالنار. وبتقول لليديا انها سابته الكاهن مجنون وانه جه ينتقم منها. وبيكون إيلاي بيتكلم مع سكوت عن اللي حصل، ولما بييجوا يطلعوا الحاجز بيمنعهم. بيعرف سكوت ان النيجستون عاوز يطلع الأوني على المشجعين بالليل علشان يخلصوا عليهم، فبيجري على المدرب علشان يلغي المباراة قبل الليل. بس بيقول له ان الطريقة الوحيدة اللي تخلي الناس تمشي هي انهم يفوزوا، وبيسلموا مضرب علشان يلعبوا وبينزلوا يلعبوا. وبتشوفوا أليسون وهو بيلعب وبتكون مبسوطة جدا. وبنرجع لأدريان وهو بيسأل ليديا هي ليه سابت ستايلز، فبتقول له انها كانت بقالها فتره بتحلم بكابوس، وهو انها بتعمل حادثه وبتنزل من العربيه وبيموت ستايلز، فاضطرت انها تسيبه علشان كانت خايفه عليه. وبيوصل بيتر لأليسون وبيضربها، وبيقرر سكوت انه يدي الكره لإيلاي علشان يجيب الهدف وهو هيدافع عنه، وفعلا بيعرف يجيب الجون وبتنتهي المباراه. وبيوصل ارجنت وبيرمي الخنجر المسموم، ولما بيمسكوا بيتر بيغمن عليه وبتجري عليه أليسون بعد ما بتفتكر انه ابوها، وبيبدا الدخان الاسود انه يظهر. وبتخش أليسون الدخان علشان تساعد صحابها، وبيطلع شياطين الأوني وبتبدأ المعركة بينهم وبين سكوت وأليسون. وساعتها بيوصل بارش مع ماليا وبتشجعه انه يكسر الحاجز، وفي نفس الوقت مفيش حاجة بتقضي على الأوني غير الفضة. وبتشوف ليديا أليسون وهي بتحارب بكل شجاعة، فبيقول لها سكوت ان الرماد مش بيأثر على البانشي، فبتصرخ بيديا وبتطلع البانشي وبتخلص على الأوني. ولما بتسمعها أليسون بتفتكر كل الذكريات اللي كانت ناسياها، بس النيجستون بيظهر وهو ماسك إيلاي وبيهدد انه هيقتله. فبيقول له سكوت انه هو اللي عاوزه يموت علشان ينتصر في لعبته، وبيطلب من أليسون انها تضربه بالسهام في قلبه. ولما بتعمل أليسون كده بتختفي كل شياطين الأوني، وبيكون النيجستون فاكر انه انتصر لما سكوت مات، بس بيطلع لسه عايش وانه اخد قوة الثعلب من هيكاري علشان تحميه. ولما بيستدعي الأوني تاني بيكون بارش قدر يكسر الحاجز، وبيدخلوا معاهم الأسلحة من الفضة وبيقدروا يخلصوا على كل الشياطين. وبيستغل جاكسون الوقت ده وبيطعن أدريان في رجله، وبتقدر ليديا انها ترميه على الارض. وبيظهر النيجستون على حقيقته علشان يقتل سكوت، بس بيواجهه بالقطيع بتاعه، وفجأة كل واحد بيكون في مكان لوحده وبيفضل يضرب فيهم كلهم ومحدش بيقدر يمسكه. وبيقرر انه هيخلص على إيلاي الاول، بس كلهم بيزقروا بصوت عالي وبيعرفوا مكان بعض، وفعلا بيمسكوه وبيضربوه وبيطلعوه فوق شجرة البردو. وبيجي بارس علشان يحرقه بس مش بيقدر عليه لوحده، فبيقرر ديريك انه يخلي سكوت الالفا الجديد، وبيقول له انه ياخد باله من إيلاي وبيرميه بره الشجره. وبيمسك النيجستون وبيبدا بارش انه يحرقه، وفعلا بيعرف انه يخلص عليه، بس للاسف بيموت معاه ديريك. وبعد كده بيروح سكوت علشان يواسي إيلاي، وبعد كام يوم بيعملوا عزل ديريك في بيته، وبيتكلم سكوت عن الحاجات اللي ديريك عملها له. وبيجي المأمور وبيدي مفاتيح العربيه الجيب لإيلاي، وبيقول له انه لازم يكمل مسيره ابوه وانه يفضل يقاوم
رغم الظروف اللي هتقابله. وبالليل بيكون ادريان بيترحل، بس بتقف العربيه وبتيجي عربيه من وراه وبيكون فيها الدكتور اللي بيعمل تجارب في المستشفى، وبياخد ادريان وبنشوف ايلاي وهو واقف فوق التل وبيفتكر كلام ابوه وهو بيقول له خليك فاكر انت مين. وبكده يبقى خلصنا فيلم النهارده. لو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والكومنت. كان معاكم محمد نوبي، وكتب الفيلم ده محمد وهبي.